السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه يا اجمل اخوات؟ وحشتوني كتير وجايه لكم بالترند اللي قالب السوشيال ميديا كلها. وعملت دونر الكباب التركي وطالع ما كنت تخيلتش اصلا ان هو يطلع ناجح جدا كده، ويبقى الواحدة بوحدتها ومتماسكة وما شاء الله ما شاء الله. صراحة طلع تحفة جدا ومتماسك وطلع ناجح جدا جدا جدا. وتعالى اقولك على شوية تريكات كده تعمليها وما تغلطيش فيها وهيطلع معاكي ناجح جدا. قبل اي حاجه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك. اول حاجه هنجيب 3 بصلات وسط، وهنحطهم في الكبه زي ما انتم شايفين معايا كده، وهنضربهم شويه كده في الكبه لحد ما ينعموا. بعد كده هننزل بكيلو لحمه من كيلو لحمه مفرومه، وكمان بما يعادل 200 جرام من الدهن، عشان خاطر تبقى متماسكه معاكي، وزي ما انت شفتيها كده رول كامل ما شاء الله متماسك. والكيلو هيفرط معاكي والله كتير جدا. هننزل بالكيلو من اللحمة، وكمان معاه 200 جرام من الدهن، او هو الكيلو لحمة لو في قلبيه دهن ما تضيفيش دهني خلاص. وهنضيف بقى كوباية زبادي كبيرة عليه، يعني معلقتين كبار من الزبادي. وبعد كده اللي هي التوابل بتاعة الكباب هنضيف معلقتين صغيرين، وهنضيف ملح وفلفل. اكتر من كده مش هنضيف اي بهارات زيادة على الكباب النهاردة. هنعمله النهاردة بطريقة حلوة جدا يا جماعة وسهلة سهلة. بس هي يعني في شوية تريكات كده لازم تعمليها عشان تطلع معاكي ناجحة ويبقى متماسك. يعني لو ما عملتيش التريكات ديت مش هيطلع معاكي ولا ماسك ولا ناجح. دلوقتي بقى بالصم انا اول الخطوة دي يعني مهمة جدا، اللي انتي تضربي اللحمة في الكبة لحد ما تنعم معاكي جدا 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 جدا، وتبقى كمان واخدة زي عرق كده، وتبقى متماسكة وهتبقى طرية معاكي مش مشكلة. وكمان انتي لو مش مستعجلة عليكي مستعجلة عليها ممكن تحطيها في التلاجة بتاع ساعة كده تمسك معاكي عشان تبقى في الفرد سهلة. بصي هي زي ما انت شفتيها كده دي بتبقى شكلها النهائي. هي دي شكلها. هنعمل ايه بقى؟ هنسيبها بقى كده وهننزلها في طبق كبير، وهنجهز معانا الطبق. هنجيب بقى الطبق بتاعنا وهننزل اللحمة المفرومة كلها، وهنبدأ بقى نفرد. عملية الفرد دي صعبة جدا، يعني انتوا شايفين الفيديوهات كلها بتبقى جاية لكم سهلة وحاجة لذيذة والحياة جميلة. لا هي مش سهلة خالص، ولازم فيها حبة تريكات كده لازم تعمليها عشان يطلع معاكي دونر الكباب التركي ناجح جدا. هي طبعا انا فاتتني الحاجات ديت، انا يعني طبعا غلطت فيها وانا لما سويته عرفت ايه اللي انا غلطت فيه. وانا عايزه يعني جايه لكم عشان اعمل لكم النصايح اللي انت عشان يطلع معاكي ايه ناجح، وما تغلطيش نفس الغلطات اللي انا غلطتها. بصوا كده يا جماعه، سبناها وجبنا ورق الزبده. اول حاجه لازم 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 تدهيني ورق الزبده زيت، دي حاجه ما فيهاش كلام. تدهيني اللي تحت خالص قبل ما تحطي اللحمه المفرومه، تحطي ورق الزبده وتدهيني زيت، وبعد كده تحطي اللحمه، وبعد كده تضيفي على ورقه الزبده اللي فوقيها كمان تحطي زيت عشان خاطر تطلع معاكي متماسكه وما تلزقش في الورق. يعني اول واحده انا عملتها طلعت لما شلت جيت اشيل الورقه لقيت اللحمه المفرومه لزقت في الورقه من فوق. ما دي برضو كانت غلطه، يعني المفروض ان انا كنت دهنتها زيت، عملت الزيت ده بيبقى طبقه عازله، يعني بتعزل اللحمه عن الورق. فانت لازم تعملي زي ما انا بقولك كده، تدهني ورق الزبده بتاعك زيت من فوق ومن تحت. بس كده زي ما انتم شايفين ان قطعنا الاول ورق الزبدة ورقتين قد بعض، وهننزل بقى بقطعة اللحمة. والله عملت كمية حلوة جدا، يعني انا ما تخيلتش الكمية اللي طلعت من كيلو لحمة. كانت كمية حلوة جدا 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 ومقدرة سهلة وجميلة جدا. وطلعت وعملت لهم النهاردة حاجات يعني الصراحة كانت حلوة قوي. بصوا بقى معايا ادي كده قطعة كورة اللحمة فردناها زي ما انتم شايفين. بس بصوا بقى الخطأ اللي انا وقعت فيه، ان انا ما دهنتش الورق من الاول خالص، ما دهنتهوش زيت. فانا كان لازم ادهن الورق زيت، وبعد كده هنزل عليها بقى بالورقة التانية ورق الزبدة، وهبتدي بقى ايه افرده. هبتدي بقى اشيل الورقة، هتطلع بقى معايا اللحمة في قلب الورقة التانية. فدي برضو كانت خطأ. بس طبعا انا اتعاملت يعني وحاولت ان انا اصلح الموقف، وعلى قد ما قدرت الصراحة عملته، والحمد لله لميت الدنيا. وكانت الصراحة ناجحة جدا، يعني زي ما انتم شايفين كده في اول فيديو ما كانش فيه رول
ما كانش فيه رول مش متماسك، كل الرولات نازله كلها متماسكه. جبت بقى الفراد بتاعي اكني بفرد عجين، وعملت بقى فردت اللحمه المفرومه كلها في قلب الورق الزبده، بسمك رفيع جدا 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 على قد ما تقدري. رفعيه يعني، ما تقلقيش خالص، كده كده لما هتيجي تمسك هتضم في بعضها وهتديلك رول متماسك. انا بس عايزه اوريكم حاجه دلوقتي معايا وانا بشيل الورقه، ايه اللي حصل بالظبط يعني، عشان برضو الغلطه دي ما تقعوش فيها. صراحه الترند ده كان حلو جدا وعجبني، يعني انا اتفرجت عليه كتير جدا، وكنت متردده جدا ان انا اعمله، كنت خايفه ان هو ما ينجحش، بس الصراحه طلع تحفه تحفه تحفه. بس برضو بصوا لما انا شلت الورقة طلعت بتلزق، يعني طلعت الورقة اللي انا شلتها طلعت منها حاجات بتلزق كتير. فانا طبعا حاولت ان انا اعالج الموقف، ورحت لفاها، ورحت مظبطة الدنيا، وجبت بقى هوت اخر اتنين، بقيت عملت بقى ورقة على ورقة وما شلتش الورقة تاني، لفيت الورقتين في قلب بعض. قلت لما هيستوي هتروح اللحمة المفرومة ذات نفسها هتروح سايبة الورقة، وهتبقى نازله رول زي ما انتوا كنتوا شايفينها معايا. كانت طريقتها سهله قوي وكمان لذيذه. ولو وصلتي معايا لحد كده ما تبخليش عليا باللايك والكومنت حلو اعرف رايك ايه. لو انتي جربتيه قولي لي طلع معاكي نفس النتيجه دي ولا لا. بصوا يا جماعه انا فردته برضو معايا، انا عملت معاكم كذا واحده عشان خاطر تعرفوا بيتعمل ازاي. دي طريقته مش صعبه، بس هو يعني ومش سهله زي ما انتي بتشوفي في الفيديوهات خالص. يعني هي مش سهلة ولا هي صعبة، بس عايزة شوية يعني ايه تريكات بسيطة كده اللي انت تفهمي فيها. ودي كانت اخر حاجة بعملها. إيه خلصت معاكم الكمية كلها، بس يعني الكيلو ما شاء الله فرط معايا 7 رولات، يعني 7 رولات بالظبط فرطهم معايا، وكانت كمية حلوة جدا جدا جدا. انا كنت بتفرج على الفيديوهات كان الكيلو بيعمل معاهم 3 رولات 4 رولات، بس انا عملتهم وطلع معايا 7 رولات، يعني كانت كمية حلوة جدا وكانت وفيرة. وكمان كانت ما كنتش مكترة بصل ولا اي حاجة، انا كنت حاطة 3 حبات ومتوسطين من البصل، اكتر من كده انا ما كنتش حاطه حاجه خالص على الكيلو لحمه. بس كانت حلوه جدا والكميه كانت حلوه قوي قوي، وكفت الصراحه سندوتشات كتيره جدا. بصوا انا بقول لكم ان انا خلاص اهوت دي اخر حاجه، وبوريكم مره واتنين وتلاته. الموضوع معايا عايزه اقول لكم اللي هو ما هو سهل خالص و... وعايزاكم برضو تدهنوا ورق الزبده زيت، لازم تدهنوه زيت يا جماعه. خليكم ناصحين كده، ما تبقى تعملوه زيي واللي انا ايه استسهلت، او انا يعني الفيديوهات كلها اللي انا اتفرجت عليها ما كانتش محطوط لها زيت. لا لازم يدهن زيت لازم، عشان خاطر ما يلزقش قلتلك، والزيت ده بيبقى طبقه عازله من الورقه للحمه. بس كده زي ما انتم شايفين معايا، وخلصنا الكميه بتاعتنا كلها. وهنجيب ايه، هنجيب صاج او صينيه المتوفر عندك، ونشغل الفرن شويه، وبعد كده نبدأ نعمل الايه عاملين دوشة جامدة مش مركزة. بصوا بقى هنعمل ايه. والله ده اكني بعجن، انا بحب جدا العجن والحاجات دي كلها، فالفرد ده بالنسبة لي كانت حلو، يعني بحب اقول ان انا اعمل يعني عجائن وكده. ف... فانا فردتهم زي ما انتم شايفين معايا كده. ودي كانت اخر حاجة. دي كده خلصنا الرولات كلها زي ما انتم شايفين معايا. ما تسترحوش بقى معايا، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام كده، ونجهز الرولات كلها. بعد كده نجيب بقى الصاج بتاعنا بدون اي دهون، بدون ما تديني اي حاجة. نبدأ بقى ايه نرص الرولات اللي احنا عملناهم. عملوا بالظبط 7 رولات. ما شاء الله، انا بقول لكم الترندات كلها اللي انا شفتها الكيلو كان بيعمل 3 رولات 4 رولات بالكتير قوي. ده عمل معايا 7 رولات، وكانت متماسكة، وكان سمكها حلو جدا، يعني ما كانش خفيف خالص ولا متقطع ولا اي حاجة. مفيش واحدة طلعت وحشة اصلا، ومفيش واحدة طلعت متقطعة. لازم تمشي بالتركات دي عشان يطلع معاكي الدونر التركي، الكباب التركي ده يطلع ناجح جدا. وهجيب صاج تاني، وهنحط برضو فيه بقية الدونر بتاعنا. بس كده،
بعد كده هندخله بقى الفرن وهنسيبه بقى زي ما يقعد معايا، يعني زي ما يقعد. اول ما انتي هتشوفيه اصلا الورق بتاعه غير لون، هتطلعيه على طول وهتلاقي اللحمه ذات نفسها استوت. وانتي بقى عندك فلفل، عندك طماطم، عندك اي حاجه ممكن تتشوي معاه دخلي. انا كان عندي فلفل سبايسي كده كنت جايباه عشان اعمله هريسه، رحت حطيت كام واحده كده تتشوى معاها، وصراحه طلعت حلوه جدا يعني فادتني. يعني في عندي بيحبوا السبايسي فحطيتها لهم في قلب الساندوتش برضو. هنطلعه بقى ونوريكم بقى بعد ما يطلع هيبقى عامل ازاي. تعالى نعمل بقى عبال ما ده يطلع من الفرن، تعالى نعمل السلطه بتاعته اللي هي عباره عن ايه. عباره عن البقدونس والبصل. دي بقى ايه السلطه بتاعت الدونر الكباب التركي. بقدونس وبصل واكتر من كده مش هنحط حاجه خالص. هنجهزه مع بعض. هو قطعنا البقدونس صغير، وكمان هنقطع البصل بطريقه سهله جدا. قطعه عادي شرايح رفيعه ومش هياخد مننا وقت خالص ولا مجهود، زي ما انتم شايفين كده على طول. متنسونيش يا جماعة في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك وانت بتتفرجي معايا كده. والله انا بقولكوا كل حاجة بصراحة، وانا يعني عن تجربتي بقولكوا ايه اللي ممكن تخطئي فيه وايه اللي ممكن يعدي معاكي. فانا قلتلكم الخطأ الوحيد اللي انا وقعت فيه اللي انا ما حطيتش زيت في قلب في قلب ورق الزبدة. هو ده الحاجة الوحيدة بس اللي عملت معايا. بس الحمد لله برضو قدرت اللي انا اطلعه ويعني احافظ على تماسكه للاخر يعني. بس ادي كده السلطه بتاعه السندوتشات بتاعه الدونر الكباب. دي اكله تركيه تقريبا. السوشيال ميديا كلها مقلوبه عليها، وكلها صراحه طالعه يعني ناس كتير قوي عملتها وطلعت كلها ناجحه. يعني ده انا كنت شايفاه ان هو كله كان ناجح، بس ما شفتش في وصفه مش مظبوطه يعني. بس ده اللي خلاني اتشجعت اللي انا اعمله يعني. بس فانا قطعت البقدونس زي ما انتم شايفين، وقطعت البصل. وتعالوا نضيف بقى السماق. ضفنا معلقة كبيرة من السماق على البصل وعلى البقدونس. بس كده. وهنقلبها مثلا في بولة اكبر لان البولة دي طلعت صغيرة، فقلبناها ببولة كبيرة كده زي ما انتم شايفين معايا. وعبال بقى ايه ما نطلعنا الدونر من الفرن يا جماله. بصوا الحلويات. بصوا اول ما اللون بدأ ينزل سوائل، بس ما نزلش سوائل كتير. بس شفتوا تحفة. انا سبته بقى لحد ما بصي خلاص يعني قال لي تمام كده. بصوا الجمال. اهم حاجة ما يهمنيش بقى اي حاجة من الاشكال اللي انتوا شايفينها دي، اهم حاجة اني طلع متماسك وطلعت معايا الرول بتاعه ناجح. بصوا الجمال. هو سخن اصلا لسه طالع من الفرن زي ما انتوا شايفين البخار كده طالع. انا سلكته الحمد لله والله العظيم طلع حلو جدا. بصوا. بصوا الجمال. يا جمال. وطلع معايا ناجح اللهم بارك. بصوا الحلويات اكن شرايح من اللحمه بالظبط. بصوا الحلويات. بصوا الجمال. صراحه يعني مش هبطل اعمله بجد، مش هبطل اعمل الترند ده طلع حلو جدا. بصوا الشرايح. ما فيش واحده طالعه متقطعه، بوريكم كل واحده بوحدتها. كل يعني بصوا ما شاء الله. بصوا متماسكه ازاي وانا بقطعها. هدخلها برضو الفرن تاني تاخد معايا صدمه، يعني زي تحميصة كده. وهطلعها بقى اعمل السندوتشات بتاعتنا الروعة التحفة. عايزة تعملي في عيش بلدي اعملي، عايزة تعملي في عيش سوري اعملي، زي ما انتي حابة اعملي. عايزة تعملي زي فتة تقطعي عيش وتحطيه وتحطي تعملي سلطة صوص الطماطم بتاعه وتحطي الزبدة زي ما هو بقى الطبق الاصلي بتاعه براحتك. انتي بقى زي ما انتي حابين تعملوه. عايزه اقول لكم اللهم بارك. بصوا الكميه قد ايه. الكميه كانت طلعت وفيره جدا 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 جدا. بجد الكمية طلعت حلوة قوي يعني يعني ممتاز. انا متخيلتش يا جماعة الكمية تطلع بالشكل ده. حلو جدا يعني. بصي انسي ان هو يطلع ولا يبينلك ان ده لحمة مفرومة اصلا. دي طالعة متماسكة وطالعة عظيمة جدا جدا جدا. لزوم بقى الساندوتشات. يلا بينا نعمل الطحينة بتاعتنا. اسهل حاجة ممكن تعمليها ومتغلطيش فيها ولا غلطة. نحط الطحينة وهنحط نص ليمونة، وكمان هنحط معلقتين كبار من الخل، وهنحط كمون وهنحط كزبرة وهنحط ملح وهنحط فلفل وهنحط حبة شطة. بس اكتر من كده مش هنضيف، ومش هنضيف توم خالص على وصفة الطحينة ديت.
انا بس نزلت بكل التوابل زي ما انتم شايفين معايا. هقلب بقى، هنزل بالميه السخنه. طحينه بعملها روعه، وكمان لو عندي زبادي كنت ضفته الصراحه، بتخلي الطحينه في حته تانية خالص. بص ضفنا الزبادي، لا سوري، انا ما ضفتش الزبادي، انا ضفت الميه على الطحينه. طلعت حلوه جدا، وطلعه متماسكه، وطلعه حلوه، وقوامها جميل. وكل بقى ما عاوز ما بحطش الميه، كميه الميه كلها في الاول. انا بقلب، ولما لما بعوز ميه تاني بضيف يعني، مش بقول لا يعني احط مره واحده ممكن تطلع معايا خفيفه، لا انا بحط بالقليل وبعد كده بكتر حبه في حبه. بس كده انا خلصت الكميه، هي زي ما انتم شايفين. بص جمال الطحينه، تحفة يا جماعة، والله العظيم طالعة حلوة جدا جدا جدا. بصوا القوام بتاعها، وطالعة كريمي، وطالعة حلوة حلوة حلوة. بس تعالوا بقى يلا نبدأ بينا ونعمل السندوتشات بتاعتنا. طلعنا بقى الدونر بتاعنا من الفرن بعد ما اخد معانا لون كده، وشوحنا كمان الفلفل بتاعنا التحفة. بصوا الجمال، بصوا بقول لكم التحفة والله متماسك. ما في واحدة اصلا يعني مفرفتة، كلهم ما شاء الله ما شاء الله. تمام جدا يعني، حلوة قوي قوي قوي. وكمان مع الطحينة عايزة اقولك في حتة تانية خالص. تعال بقى نبدأ كده نجيب العيش السوري بتاعنا، ونبدأ بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. عملنا كمية عيش سوري النهاردة، يا خبر يعني، ما شاء الله ما شاء الله. عملنا كمية كبيرة جدا 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 من كيلو لحمة مفرومة. عملت لنا الحاجات الحلوة دي. جبنا بقى الطحينة بتاعتنا وحطيناها في أرضية الساندوتش، وبعد كده رصينا اللحمة. وبعد كده حطينا السلطه بقى بتاعتها، اللي هي البقدونس والبصل بس، وعليها السماق وحبه ملح صغيرين. نلف بقى معايا الساندوتش كده. عايزه اقول لكم دي سهله جدا، الوصفه دي بتبقى يعني بتفتح الشهيه قوي قوي قوي، وكمان بتبقى الاولاد فرحانه بيها جدا جدا. واوفر صراحة من حاجة الشارع، وكمان حاجة لذيذة، وكمان حاجة تحفة وطعمها حلوة قوي وتستاهل. طلع ترند يا جماعة، يستاهل يستاهل يستاهل. اي حد عايز يجربه يجربه بقلب. بس قلتلك على التركة اللي انت لازم تعمليها، بس اكتر من كده ما تقلقيش، وخشي بقلب جامد واعملي احلى دونر كباب تركي ممكن تاكليه في حياتك كلها، ويطلع معاكي بالعظمة دي. هنعمل معاكم ده كمان، وهنخلص بقى الكمية كلها. وهنجيب بقى ال... ال... هنحطه بقى على الساندويتش ميكر بتاعنا، وهناخد عشان ياخد معانا لون كده. عايزه اقول لكم ان انا خلصت الكميه كلها، ان الكميه كلها كانت كبيره جدا. يعني بصوا الكميه قد ايه، بصوا ما شاء الله ما شاء الله كميه قد ايه. جبت بقى الساندويتش ميكر، وحطيته في الكهرباء، وحطيت بقى ماده دهنيه. صراحة انا حطيت زبدة، معلقة من الزبدة. بس عندك زيت حطي، انا عندي زبدة رحت حطيت كده عشان يديني طعم لذيذ اكتر. فبطعم الحاجة بس كده من فوق وتحت، لان احنا السخانات الكهرباء بتبقى فوق وتحت، فلازم ادهن من فوق ومن تحت. وهرص بقى السندوتشات بتاعتي زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال يا جماعة، حياة ربنا حاجات كده عظمة عظمة. يعني ايه المشكلة لما نتعب شوية ونطلع عظمة؟ مفيش اي مشكلة. هنسيبه بقى مع نفسه بقى شوية كده لحد ما ياخد معايا اللون من فوق ومن تحت، وهنشوف بقى هتاكلي احلى ساندوتش ممكن بصوا الجمال، بصوا القرمشة، انا بوريكم كده، بصوا الجمال وبصوا القرمشة. القرمشة تحفة. تعالى بقى اوريكم الطعم من جوه عامل ازاي، والشكل من جوه عامل ازاي. عايزه اقول لكم كان جميل جدا جدا جدا. وكان الساندوتش مع البصل مع البقدونس كان اكثر من رائع، كان حلو قوي الصراحه. والعيال اتهبلوا عليه وما خلوش سندوتشات ما شاء الله. بصوا سندوتشات قد ايه، بصوا مقرمش وجميل ونسفوه بجد، اتنسف يعني. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك.